السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد وتعادل النادي الأهلي سلبيا بدون أهداف مع النادي المصري البورسعيدي في المباراة اللي جمعتهم على ملعب برج العرب في الإسكندرية. مباراة أقل ما يقال عنها إنها مباراة عبثية، ملحم من العقم الكروي اتقدم النهاردة برعاية لاعبي النادي الأهلي جميعا. هنتكلم عن كل حاجة حصلت في الماتش النهاردة، سواء التشكيلة اللي بدأ بيها أو أداء اللعيبة وانتشارهم جوه الملعب، عدم ترجمة الفرص أو استغلال الفاولات أو الركنيات اللي جات لهم. وبسم الله نبدأ. أول حاجة هي التشكيل. أنا واحد من الناس أول ما شفت التشكيل نفسي جزعت. شناوي أساسي، طاهر أساسي، كوكا أساسي، ديانجو ومروان نص ملعب. اتقفلت من الماتش من قبل ما أشوفه. بدأ النادي الأهلي الماتش في حالة من الحذر من لاعيبة المصري اللي أن جاءت الدقيقة 13 ولقطت اللاعب تريزيجيه اللي بيشوط الكرة بطريقة ما تطلعش من لاعب ناشئ ويبعتها للمدرجات. وما خلصتش على كده، لأ، ده احنا نيجي للدقيقة 15 ونتفاجئ باللاعب مروان عطية بيطوح الكورة، مع انك لو بصيت في القدر من تحت هتلاقي ديانج وهاني واقفين، يقدر انه يباصيلها يلاعب منهم. بس لا، ما ينفعش. انا ابني هجمة ليه؟ انا العب بمبدأ الامان احسن. بعدها بكام ثانية تيجي مرتدة الضحكة اللي بتبين لنا قد ايه لعيبة الاهلي تحسهم مشطبين كورة. الكورة مع تريزيجيه واربع لعيبة من النادي الاهلي على 2 لعيبة من المصري، وبدل ما طاهر يدخل للعمق مع جراديشار ويسحب المدافع معاه وتتعمل بصل زيزو، لا، نلعبها بينيه. هي كانت خطيره، بس انا حبيت اوصل لك فكره بس. جراديشار مش في يومه حرفيا، كم هجمات ضيع مش طبيعي. ما تعرفش اللاعب حصل له ايه وتحول كده ازاي. النادي الاهلي تحصل على 7 ركنيات، وكانت النتيجه ايه؟ 0 ايجابيه و0 استغلال. نيجي للقطة اللي بعدها وهي مرتدة زيزو. الكرة مرتدة ورتم اللعب سريعة، لا طبعا أنا لازم أهدي وأتقل على الكرة عشان تطلع مني مظبوطة. ربنا يكافئك ويبعت لك فاول من منطقة تحفة، كانت بالنسبة للعيبة تانية عبارة عن ضربة جزاء أصلا. يقوم اللاعب أبو 100 مليون لعبها في إيد الحارس. نيجي للقطه اللي بعدها وهي لقطه الرايق اليوم ده ديانج. انا ربنا مسهلها عليا، اصعبها على نفسي ليه يا ظالم؟ ما انت عندك مروان عطية وعندك ياسر، لف والعب الكرة وطلع هجمتك بشكل كويس. ليه تزنق اللعيبة وتضيع عليكم هجمة؟ اللقطة اللي بعدها للاعب جرديشار، اللي بتثبت لك ان اللاعب ده حرفيا اتبدل واتدمر نفسيا، وتثبت لك كمان ان لعيبة الاهلي حافظة اللعب بس مش فاهماه خالص. الكرة محتاجة تتلعب للخلف، اشوطها للقدام. محتاجة ان استلم بظهري والف، لا، انا هلعبها للخلف احسن. قسما بالله عبث وعقم. نيجي بقى للقطة اللي بعدها. عشان اثبت للكل اني مدير فني محنك، فانا هسيبك كوكا في الملعب يلعب خط وسط لانه فشيخ في الربط بين الخط الخلفي والامامي، واقوم مطلع محمد ديانج اللي هو اصلا احسن الوحوف في نص الملعب، واقوم منزل محمد شكري. طب لما هو كان جاهز ليه ما بداتش بيه؟ هتقول لي ما كانش جاهز. هقول لك انت خدت بالك ان كوكا زفت، ليه ما بدلتش بين الشوطين زي ما عملت مع طاهر؟ اللقطه اللي بعدها، بالله عليكوا ده منظر فريق عايز يكسب؟ ده منظر مرتده الفريق عايز يجيب هدف ويكسب 3 نقط؟ والله ما عارف اقول لي بجد، منكم لله يا شويه موظفين. اللقطه اللي بعدها وهي الخط دفاع النادي الاهلي. دي هجمه مرتده على النادي الاهلي، وده انتشار مدافعين النادي الاهلي. 3 لاعيبه فاضيين، ولاعب خط نص ملعب النادي الاهلي رايق قوي وبيتمشى وما بيضغطش. يعني لو لاعب المصري كان شغل دماغه ورفع عينه كويس كان زمان دفاع الاهلي اتفسح دلوقتي. نيجي للقطه اللي بعدها وهي لقطه خروج كوكا يا فرج الله ونزول محمد مجدي قفشه لا حول ولا قوه الا بالله. اللقطه اللي بعدها مرتده للاهلي. يا ابني على شمالك بن شرقي وعلى يمينك زيزو، والله ابدا لازم اطول الكوره واخليها تتقطع وابوظ الهجمه. اللقطه اللي بعدها واللي كانت سبب في حدوث موجه غضب وانفجار في وجه اللاعب محمد هاني. يعني قفشه بيقول لك سيبها انا هضيعها، تقوم تطمع فيها لنفسك؟ ما هي الانانيه دي اللي بوظت الفريق وربنا. وبكده نكون خلصنا الفيديو النهارده، وبجد مفيش حاجه توصف العبث اللي حصل النهارده، ونتمنى بجد يكون في فلتره الفتره الجايه لان بجد تعبنا من اللي بيحصل ده. في النهايه ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.